لو انت طالب ثانويه عامه والدنيا لسه ملخبطه معاك او حرفيا لسه ما بداتش وخلاص ناوي تاجل، تعال اقول لك لو انا معايا 3 شهور بس وعايز الم فيهم منهج ثانويه عامه واجيب طب هعمل ايه؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. انا عايز اجاوبك بس على السؤال اللي هو بيدور في بالك دلوقتي. خلاص فاضل على امتحان ثانويه عامه تقريبا 3 او 4 شهور. هل لو بدات دلوقتي بما يرضي الله هلحق واجيب طب او هلحق واجيب الكليه اللي انا عايزها؟ الاجابه بكل بساطه وبما يرضي الله، والله لو بدات دلوقتي من اللحظه اللي بتسمع فيها والله هتلحق. طيب ازاي؟ ما هو ده باذن الله محتوى الفيديو اللي هقوله لك النهارده. اولا كده، الحياه اللي انت بتعيشها دلوقتي او الطريقه اللي انت ماشي بيها في حياتك، طريقه الهمجيه اللي هو انت تقوم في بدايه اليوم بتاعك اصلا مش عارف انت عليك ايه، مراكم ايه، ناوي تذاكر ايه، ماشي كده سداح مداح كل شيء متاح. اولا الطريقه دي مش هتنفع، لان حرفيا كل وقت وكل ثانيه في الايام الجايه والله انت محتاجها قوي 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 حرفيا. طيب فده هنضطر ان احنا نعمل خطه واضحه مع بعضنا تمشي عليها ما بقى من ثانويه عامه. مش خطه اللي هي جدول تعالى اقول لك يوم الاثنين تذاكر كذا يوم الثلاث تذاكر كذا، لا خالص. بس عايزك تفتح لي صدرك كده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتجيب لي ورقه وقلم. تمام كده. اول حاجه وليكن مثلا هنقسم المواد عندنا: فيزياء، كيمياء، احياء، عربي، حتى علم رياضه معانا وحتى ادب برضه معانا. وليكن هنمسك مثلا ماده الفيزياء مثلا هنمسك فيها المواد اللي انت هنعمل جدول كده. الخانه الاولانيه هتكون الماده، الخانه الثانيه هتكون الشرح، الثالثه هتكون المذاكره، الرابعه عندنا هتكون الحل. هنكتب كده في ماده الفيزياء الاجزاء اللي احنا مراكمينها، وليكن احنا مراكمين المنهج كله، هتكتب المنهج كله ولا يعنيك شيء. الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث وهكذا. طيب الخانه الاولانيه بقى اللي هي عباره عن شرح، انا عايزك بس بالله عليك تعمل الجدول ده كده وتلزقه قدامك على الحيطه، تلزقه قدامك على الحيطه لكل ماده. تمام كده. طيب تعال نمسك اول حاجه جزء الشرح. انا عايزك جزء الشرح ده جزء بسيط جدا، هتخش على اليوتيوب ودي ابسط طريقه، سواء انت بتاخد سنتر بتاخد اونلاين مش عارف بتاخد ايه، دي ابسط طريقه تعملها. لو تخش على اليوتيوب تكتب شرح وليكن مثلا الدرس الاول فيزياء، خلاص دخلت على اليوتيوب كانت شرح الدرس الاول فيزياء، طلع لي يجي 70,000 فيديو عن الفيزياء. انا هختار ايه او انا هفضل على اساس ايه؟ هتشوف لي اقل فيديو للشرح وتختار هو ده الفيديو اللي انت عايزه. طيب والله العظيم مثلا لو ظهر لك مثلا فيديو ساعه الا ربع وفيديو تاني ساعتين، هتختار مين؟ الساعه الا ربع. والله هو الفرق بين الاثنين هو اختلاف سرد مش اكتر بقى، مش مدرس ده جامد جدا والمدرس التاني ما يعرفش حاجه، هو اختلاف سرد ما بينهم. واحنا محتاجين الوقت ده بجد، الساعه وربع دول احنا الساعه الا ربع دول كافيين قوي 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 مثلا وليكن للدرس الاول. تمام كده. طيب يبقى اذا هتختار المدرس او الفيديو اللي هيظهر لك في اقل وقت. تمام. احنا عايزين نعدي على المنهج بسرعه وعايزين نلم اكبر قدر ممكن من المعلومات، مش عايزين نغوص جوه المعلومات، لانك لو غوصت جوه المعلومات كده مش هتخلص غير بعد السنه الجايه، كده انت هتاجل وما ينفعش التاجيل. انا بقول لك من دلوقتي، انت لو دخلت المراجعه النهائيه وانت بص على المنهج بس بصه ماشي عليه بالطريقه اللي هنقولها في الفيديو ده، والله ودخلت المراجعه النهائيه ودوست في المراجعه النهائيه كويس، والله انت مؤهل انك تجيب طب عادي جدا، تجيب مجموع. وفي ناس كتير جدا يعني ممكن اظهر لك كمان سكرينات دلوقتي على في الفيديو قدامك، يعني ان هي بدات من دلوقتي او بعد دلوقتي كمان ووصلت عادي جدا. مش معنى ذلك انك تكسل بقى وتقفل الفيديو وخلاص، ده لسه في ناس بدات بعدين ووصلت، لا هي فرصتك هتبقى اقل لو بدات بعد دلوقتي. تمام. يبقى جزء الشرح احنا دخلنا على اليوتيوب كتبنا خلاص ظهر لي الجزء اللي انا عايز اراجعه او عايز اذاكره، خلاص جزء الشرح خلص. نيجي بقى لجزء المذاكره. اول حاجه كده لازم توحد لي مصدر المذاكره بتاعك. انت بتذاكر من اول السنه من كتاب الامتحان، اذا ذاكر من كتاب الامتحان. هتقول يا دكتور اصلا انا ما كنتش بذاكر، انا اصلا ما اعرفش اصلا، بتقول لي انا لسه انا ميح. هقول لك مثلا وليكن في كتاب الفيزياء انا كنت بفضل شرح كتاب الوافي، خلاص هجيب كتاب الوافي واثبت مصدر المذاكره بتاعي. طيب يا دكتور هل وانا بسمع الشرح بتاع الفيديو لازم كده الخص كل كلمه؟ لا ما تلخصش. ليه ما تلخصش؟ لانك الفيديو اللي هو ساعه الا ربع ده لو جيت تلخصه هياخد معاك 3 ساعات، انا كده اليوم نص اليوم بتاعي خلص في درس واحد، ده لسه ما حلتش، انا لسه ما حلتش لسه ما ذاكرتش، يعني كده هخلص درس في يوم. لا ما تلخصش. ليه؟ لان مثلا ماده الفيزياء دي انا عامل لك تلخيص،
انا عامل لك تلخيص منزله لك على جروب التليجرام، ملخص لك من كتاب الوافي ومن كتاب الامتحان، لامم لك المعلومات كلها وحاطط لك كده في ملف واحد. يعني والله العظيم الباب الاول كامل في 3 صفحات، والله الثلاث صفحات دول انا اعملهم بخط ايدي، والله كنت بذاكر منهم ليالي الامتحان، كنت بذاكر منهم في المراجعه النهائيه، يعني كافيين وفيين باذن الله. هتلاقي الحاجات دي موجوده على جروب التليجرام، هتلاقي لينك جروب التليجرام في الوصف بتاع الفيديو او اول تعليق مثبت، يبقى خش وشوفها يعني هتعجبك باذن الله. طيب جزء الشرح خلص، طب جزء المذاكره. بص انا عايزك تذاكر بالطريقه اللي انت بتحبها. بتحب تذاكر وانت قاعد، ذاكر وانت قاعد. بتحب تذاكر وانت واقف زي ما انا كنت بحب اذاكر وانا واقف، ذاكر وانت واقف. بتحب تكتب وانت بتذاكر، اكتب. بتحب تذاكر فوق السطح، تحت الارض، فوق الشمس، في مجرد غير مجرد ضرب التبانه، المهم انك تذاكر بالطريقه اللي بتحبها. اكتر طريقه بتجيب معاك انتاجيه، سيبك من كلام الناس. انا والله انا واحد كان بيذاكر في المطبخ، كان اعلى انتاجيه ليا كنت بذاكر في المطبخ. كنت اقوم مثلا الفجر كده اصلي الفجر واقوم الاقي كلهم نايمين، اخش المطبخ وانا بعمل الشاي كنت مثلا بخلص لي بتاع صفحتين، في حين لو ذاكرت في الاوضه بتاعتي تمام كده كنت بخلص مثلا صفحه في ال10 دقايق دول. فانت في المكان اللي انت بتحبه ذاكر فيه. تمام. بقى جزء المذاكره خلص برضه. طيب وقلت لك وحد طريقه المذاكره بتاعتك، ما تجيبليش مثلا الدرس الاول مذاكره من كتاب الامتحان، الدرس الثاني مذاكره من كتاب الوقف، ما ينفعش. ما ينفعش برضه تعمل ملخص دلوقتي، ما ينفعش. تمام، يبقى توحد مصدر المذاكره بتاعك. طب مصدر الحل، انا عايزك تحل على كل درس 30 سؤال بس، 25 سؤال بس وانت بتحل وانت بتذاكر وانت بتسمع الفيديو، كده كده انت مركز. كده ما يجيش الشيطان، تمام كده عارف ان الشيطان هيجي لك في الوقت ده وانت مثلا بتلم الفيزياء يقول لك ده انت عليك كميه كيمياء، ده انت يا ابني ما فتحتش الكيمياء يا ابني، ده انت ما فتحتش الاحياء يا ابني، واسمه عمك عبد الرسول بيلم في الكيمياء هناك والدنيا مشخبطه. يلا يا عم سيب الفيزياء دي، سيب الفيزياء، اركن الفيزياء، ما تعال نخش على الكيمياء. تروح للكيمياء يقول لك ده انت عليك احياء بالعبيط، يا عم تعال نمسك الاحياء يا عم، ده الكيمياء دي تقيله. تروح تمسك الاحياء تحسها ان تقيله، تروح تلاقي العربي محاضره قد كده 20 ساعه مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق عاملها لك، تزهق تسيبها، تخش في دوامه التراكمات تاني. ما تسيبش نفسك للشيطان. اول ما الشيطان يجي لك 3 مرات على شمالك، طار واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتبدا يومك باذكار الصباح والمساء والورد القراني بتاعك، ده كده اول مفروغ منه يعني. تبدا برضو يومك من بعد صلاه الفجر، ده حاجات كده بديهيه كده اكيد اظن انت عارفها. طيب يبقى اذا وانت بتذاكر ما تسلمش نفسك للشيطان. الدرس الاول انا قاعد عليه خلاص، اذا انا مش هقوم من هو غير لما اكون مخلص الدرس، شرح من على اليوتيوب، مذاكره مع نفسي، حل. لازم اقوم كده او اعلم عليهم قدامك. كده انا اصلا حاطط الجدول قدامي زي ما انا قلت لك قدام الحيطه، اخلص اعلم عليه. عارف علامه الصح دي هتديك دفعه انك تكمل باذن الله بقيه الجدول. عايز اقول لك برضو حته مهمه قوي، التليفون بالله عليك ترميه. والله يا عم من احلف بغير الله فقد اشرك، كنت احلف لك بحاجه والله، بس والله انا لما كنت في ثانويه عامه في تانية ثانوي وثالثه ثانوي والله ما كان معايا تليفون. لا هو مش والدي كان حارمني من التليفون، لا انا خدت التليفون بتاعي كده وبعته. طب ليه؟ لان انا عارف ان انا مش قادر اتحكم في التليفون. مش معنى ذلك انك تروح تبيع التليفون بتاعك، لا ادي التليفون لمامتك باباك، قول لها بعد اذنك انا مش عايز التليفون ده. تمسك التابلت بتاعك تهكره، تخرجه بره المنظومه اني واي باي طريقه كده. انا كنت عامل كده، كنت منزل عليه التليجرام والواتساب واليوتيوب بس، ما تنزلش عليهم اي حاجه تاني. بالله عليك والله العظيم اهم 3 شهور في ثانويه عامه هم ال3 شهور الجايين دول. لان حرفيا يعني مثلا في ماده الكيمياء وليكن هتلاقي مثلا عندك الكيمياء العضويه كده بتاخدها في الترم الثاني اللي هو الترم ده. الكيمياء العضويه بيجي عليها 22 درجه على ما اتذكر، ب 22 درجه من اصل 60. انت تلت الامتحان في كيمياء عضويه اللي هو في الترم الثاني. فالترم الثاني تركز فيه قوي قوي قوي. وبرده ملحوظه ثانيه، بالله عليك وانت مثلا بتحل ال 30 سؤال لازم تختار ال 30 سؤال من مصدر يكون ليه اجابات. ما انا مش هقعد احل، انا عايز اصحح اجابات، انا مش عارف انا صح ولا غلط، فلازم تكون لها اجابات. بعد ما تخلص الفيديو ده تقوم تصلي ركعتين كده وتنوي. انا عارفك انك غرقان في بحر التراكمات، انا عارف انك دماغك والله العظيم. انا في ناس بعتت لي تقول لي انا هنتحر. يا جدعان تنتحروا ليه؟ ده ثانويه عامه، انا عارف هتحدد مستقبلك. فعشان كده الوقت هيعدي، يعني هو كده الوقت هيعدي. فاستغل بالله عليك الوقت صح. تمام؟ ويعني فرحه اهلك، ومش عايز اقول لك الكلام ده اللي هو بيعمل لي بقى موتيفيشن وتحفيز وبتاع، لا والله فرحه اهلك تستاهل.
مش هطول عليكم اكتر من كده، ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات باذن الله هجاوبك عليه، ولو عايزين اي فيديو او اي حاجه انا تحت امركم اكتبوها لي، وانا باذن الله نعمل لكم فيديو. يعني مثلا عن الانجليزي، ما تعرفش تذاكر انجليزي، ما تعرفش تذاكر فيزياء، في كده فيديو فيزياء بالتفصيل موجود على القناه، وفيديو الانجليزي ازاي انا قفلت الانجليزي الحمد لله، وايه التريكات، وبيتركز على الكلمات اكتر ولا الجرامر. ممكن نعمل لكم الحاجات دي باذن الله، او فيديو. بالرغم والله احنا مضغوطين لحد الان حرفيا لسه ما خلصتش امتحانات السمستر 1. فبالله عليك اسمع اللي انا قلته لك، وباذن الله باذن الله خير يا صديقي. ولو عملتش اشتراك فاكيد يعني هتنزل تعمل اشتراك على المجهود اللي انا عامله والله العظيم ده. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.